السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ربنا يجبر خواطركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. ما نحرمش منكم يا رب ويجعلكم نعمة في حياتي. النهاردة بقى هنعمل أحلى شوية محشي. ما هو الشتا بقى. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شوية بصل حلوين كده يا حبايبي جلناهم. بندبلها بس البصلاية وقرن فلفل حراك حلو كده. والطماطم دي كانت عندي طيبة عشان النور كان قاطع وما عملتش طماطم في الخلاط. سبكنا التجلية بتاعتنا حلوة كده والخضار الحلو ده، وهنعمل احلى شوية محشي كوسة في الطواجن وفي الفرن البلدي. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بسم الله. طبعا يا حبيبي احنا بنجور الكوسة، بنقشرها بظهر المجورة عشان تعمل خطوط معانا حلو كده، تبقى شكلها حلو ما نهدرش منها ياما، عشان لو رجتها جو مش هتبقى حلو. هنعمل معاها شوية فلفل كده برضه. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبيبي، انا مش هطول عليكم الفيديو، هعملها معاكم كلها، هما 3-4 وحدات بس كده. وحضرنا الشوربة بتاعتنا وهنعملها في الفرن البلدي. ده الرز اللي فايض مش هنغقعينه في الفريزر ولا حاجة، هنطيبه راخ. طبعا يا حبايبي احنا ما بنحطش بهارات ياما، هو الفلفل والكمون بس وبهارات السبع حبات ومش ياما، عشان يبقى اكلنا ما يبقاش كله بحاله بهارات كده. وهنروح على الفرن البلدي نولعه حلو كده ونحط فيه الطواجن بتاعتنا دي. اللي ملهمش غطا طبعا انا غطيتها بسلوفان. لا اله الا الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، يا احلى اخوات واحلى متابعين واحلى عيلة. طبعا احنا ولعنا الفرن وجدحناه حلو يا حبايبي كده، وهنسيبه مع نفسه كده، بس هنبقى نكشف الغطا تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده، بتاخد لون من فوق ومن تحت، واحلى محشي كوسة في الفرن. ريحته جايبه اخر الشارع، مش اخر الشارع بس اخر المنطقة. بألف هنا وشفا للي شاف واللي هياكل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، خدت لون حلو وجميل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، طيبة من قلبها الرز والكوسة طيبة جميلة وما شاء الله. طبعا مش مكترين الزيت برضو فيه ولا سمنة ولا حاجات من دي عشان تبقى خفيفة وحلو. والرز الاحمر ما شاء الله عليه. لا اله الا الله. ولا واخده لون من فوق ومن تحت، ومش لازقه في ولا محروقه ولا حاجات من دي خالص، ما شاء الله. الفرن البلدي ولا يعلى عليه، لا تقولي لي غاز ولا بوتاجاز. طبعا يا حبايبي احنا كنا مولعين على فرخه بلدي صغيره كده بس ما صورناهاش، كان التليفون فصل شحن. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، والرز جميل ومفرفر. وممكن تعملي الرز كده برضو من غير محشي، من غير لا محشي كوسة ولا فلفل ولا كرنب ولا اي حاجة. وفي البريمة برضو في الفرن مش هتنسى حلاوته. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، شايفة البرام مش حلو من تحت الزين، ومش محروق ولازق ولا الكلام ده كله، احمر من فوق ومن تحت. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، يا احلى اخوات واحلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا جئتك السائل